السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد بعد ما كتير طلب مننا ان احنا نتكلم عن تانية ثانوي، وهنيجي النهارده نكلمكم عن اهم حاجات تعملوها في تانية ثانوي وازاي تمشوا السنة دي صح. مبدئيا كده سؤال بيتسأل كتير قوي، هل تالتة ثانوي لها علاقة بتانية ثانوي او حتى برضو بأولى ثانوي ولا لا؟ اولا هي ملهاش علاقة دراسيا في كل المواد، يعني مثلا الفيزياء التانية غير الفيزياء التالتة خالص، الكيمياء غير الكيمياء دي خالص، تمام. لكن في بعض الحاجات لو انت تأسست فيها صح من دلوقتي هتبقى اسهل عليك خالص في سنة تالتة. فاحنا في الفيديو ده هنعرض لك الحاجات او يعني الحاجات اللي انت تاخد بالك منها وتأسس نفسك فيها كويس عشان في تالتة تكون اسهل بالنسبة لك، وشوية نصايح كده هتفيدك بإذن الله. اول واهم نصيحة ان انت تدي فرصة للاونلاين، جربه عشان لما تيجي في تالتة ما تبقاش اللي هو اول تجربة ليك، لا تكون اصلا مجرب في تانية فتدخل تالتة بقى ايه انت اصلا مجرب ومطمن من الاونلاين. فانت من دلوقتي ليك فرصه ان انت تقعد تجرب الاونلاين، تشوف المدرسين مين حتى مش لازم تجربه في كل المواد، يعني جرب ماده مرتين كده. أيوة عشان في ناس بتيجي في ثالثه بتبقى متوتره عشان ان هي اول مره تجرب الاونلاين، فدلوقتي ليك فرصه كويسه ان انت تجرب من دلوقتي عشان ثالثه تبقى مطمن ان شاء الله. ايه بقى الحاجات اللي انا اهتم بيها عشان خاطر لما اجي في ثالثه يعني تساعدني اكتر؟ اولا انا شايفه ان هما المادتين الاساسيتين هما العربي والانجليزي. النحو والجرامر حرفيا كل ده هيتكرر معاك تاني، فانك تكون عارفه من دلوقتي وفاهمه وبتحل عليه، فده هيسهل عليك طبعا في سنه ثالثه لما تيجي تاخد الكلام ده. طبعا والمتحرر ده بقى مهم جدا جدا، انك تتعلم ازاي اصلا تحل المتحرر، ازاي تحل الترجمه والسكيلز عامه والنوتس في الانجليزي، كل الكلام ده مهم جدا تكون عارفه من دلوقتي. مش قصدي ان انت تزود فوق طاقتك، انا قصدي الحاجات اللي انت بتاخدها تركز فيها، يعني مثلا النوتس ذاكرها كويس، المتحرر حل كتير، لو المدرس مش بيحل كتير لا انت ما تعديش اسبوع من غير ما تحل المتحرر عشان تبقى مؤهل بقى الثالثه، تبقى اصلا عارف بتحل ازاي بالظبط، لاني اصلا بتكون عائق كبير بالنسبه لناس كتيره في سنه ثالثه، فانك تكون مدرب نفسك من سنه تانية بيكون حاجه كويسه جدا. والترجمه، الحاجات مثلا اللي بتطلعها، الكلمات الصعبه اللي بتطلعها من القطع اللي بتطلعها من الترجمه احفظها، عندك حصيله يعني لغويه كبيره، فدي حاجه هتساعدك جدا في سنه ثالثه. ونفس الحوار في العربي برضو، حته المتحرر دي مهمه جدا جدا، ان انت من السنه دي تكون عارف ازاي بنحل متحرر اصلا. طريقه المذاكره بقى نفسها، ان انت تكون اصلا مدرب نفسك على ازاي تذاكر كل ماده وايه الطريقه اللي نافعه معاك. طب انا مثلا لما بكتب المعلومه بتثبت اكتر في الماده المعينه دي ولا لا؟ ايه الطريقه مثلا اللي نفعت معايا ان انا بحفظ كلمات فيها اسرع وهكذا، اللي هو طريقه المذاكره نفسها. مثلا الفيزياء، انك تتعلم ازاي تذاكر الفيزياء صح من السنه دي. انا عارفه ان الفيزياء الثانيه ملهاش علاقه بفيزياء سنه ثالثه خالص، لكن قصدي على طريقه المذاكره نفسها. لو لسه لحد دلوقتي ما فيش طريقه مذاكره انت توصلت لها صح او ان انت بتعرف تذاكر بيها، شوفوا فيديو الفيزياء نزلناه يعني على القناه، تقدر انت تسمعه عشان تعرف طريقه المذاكره الصح فيه. نصيحه السنه دي ما تخليهاش اللي هو تذاكر بقى قوي وترهق نفسك جامد، لا انت تعمل ايه؟ انت تروح المدرسه كده كده ماشي، تيجي من المدرسه لو هتروح دروسك ماشي، تيجي تذاكر دروسك بعدها اونلاين، ترتب مثلا كل يوم يبقى مادتين تخلصهم، يعني عارفه اللي هو ذاكر يعني اول باول عادي، وخلص دروسك وحل كتاب واحد كفايه. مش لازم بقى تحل كتابين، لا عادي خالص، يعني مش مستاهله خالص، مش مستاهله. انت خلي بس السنه دي تكون يعني زي ما يكون بتاهلك لثالثه، ان انت تشوف انت تذاكر ازاي، تبقى عارف يعني انت تمشي ازاي، في نفس الوقت تبقى مجتهد في المذاكره، يعني مش اللي هو بقى انت اصلا مش بتذاكر مهمل، لا انت تكون بتذاكر في نفس الوقت، مش ترهق نفسك في المذاكره علشان تبقى متعود على المذاكره. تدخل ثالثه تبقى اصلا انت متعود ان انت تذاكر، انما مش مثلا انت اصلا مش بتذاكر في ثانيه خالص تيجي ثالثه يعني تتفاجئ بكميه الضغط اللي عليك، لا تبقى متعود، تدخل ثالثه اصلا متعود، فتلاقي نفسك ماشي كويس. وان يكون عندك هدف في السنه دي حاجه كويسه برضو. هتقولي هدف ايه؟ انك مثلا تطلع من اوائل المدرسه، تجيب مجموع كويس، يعني دي برضو حاجه كويسه، اللي هو درب نفسك على انك يكون في حاجه بتشدك ان انت تذاكر، في هدف انت تسعى ليه وهكذا. وفي كومنت كده استوقفنا حقيقه، يعني مش اول حد يقول الكلام ده، كذا حد كان بيبعت لنا برضو نفس الكلام ده. يا جماعه ما تبداوش بدري، انت عايز تبدا من السنه دي وتفضل بقى تذاكر طول السنه فيزياء وتيجي السنه الجايه تذاكر فيزياء ليه؟ خلوه اولا سنه تانية زي ما هي، ما تقعدش تقول بقى ده انا سنه ثالثه، عشان لا، سنه ثالثه بدايتها لنهايتها ذاكرها بس، وهي سنه طويله وكافيه وممله. انت يعني هتذاكر قبلها ليه؟ هي لوحدها اصلا كافيه وممله. حتى في الاجازه لا، ما نبداش برضه مذاكره، الاجازه تبقى اجازه تانية، هي تانية بس، ثالثه هي كده. فلما تقلقوش، يعني هي يعني فعلا المواد هتلحقوا تذاكروها مره واثنين وثلاثه وتراجعوا وتحلوا، لا هتلحقوا كل حاجه، بس انت ركز في اللي انت فيه دلوقتي، ما تقعدش تفكر في بعدين، لا اصلا ده لوحده هيخليك تشتت وما تذاكرش المنهج اللي عليك اللي هو الاساس اصلا انت تعرفه دلوقتي.
وبس كده حبينا نتكلم معاكم شويه تانية ثانوي عشان تبقوا مطمنين. محدش بقى بعد كده يفكر في السنه دي، لا خلاص امشوا زي ما انتوا عادي وذاكروا اول باول وخلاص، وان شاء الله تختموا السنه دي كويس، والسنه الجايه تبقى خير ليكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى تبعتوا الفيديو لزمايلكم عشان يستفيدوا، واعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، ومع السلامه.